تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب في حدث رياضي ضخم يجمع أفضل فرق القارة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. وسيكون المنتخب المغربي مستضيف البطولة على موعد مع مباراة الافتتاح أمام منتخب جزر القمر في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للجماهير المغربية والإفريقية على حد سواء. ومن المرتقب أن تجرى المباراة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 على الساعة 19:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. المكان: مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي الرباط. أهمية المباراة: ستكون مواجهة المغرب وجزر القمر الافتتاحية في المجموعة A، حيث يدخل الفريق المضيف اللقاء بطموحات الفوز منذ البداية، بينما يسعى منتخب جزر القمر إلى تقديم مفاجأة قوية أمام بطل النسخة السابقة. وتعتبر هذه المباراة فرصة أساسية للأسود لإثبات جديتهم في المسابقة التي يطمح المغرب للفوز بها على أرضه وبين جماهيره. تحليل فني قبل المواجهة: يعد المنتخب المغربي أحد كبار المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، خاصة بعد أداء قوي في الاستعدادات قبل انطلاق البطولة. وسيواجه المغرب اختباراً أولاً أمام نظيره جزر القمر الذي أثبت في السنوات الأخيرة أنه قادر على مفاجأة الفرق الكبرى في القارة، مستفيداً من قدرة لاعبيه على الدفاع المنظم والهجومات المرتدة السريعة. المنتخب المغربي: يمتلك المنتخب المغربي مزيجاً من الخبرة والشباب، ويعول على جاهزية اللاعبين في أجواء جماهيرية حماسية داخل ملعب بالعاصمة الرباط. وقد أظهر الفريق تماسكاً دفاعياً وكذلك قدرة هجومية منذ بداية التحضير للبطولة، مما يجعل الجماهير تعول كثيراً على تسجيل بداية قوية في البطولة. منتخب جزر القمر: على الرغم من أن جزر القمر منتخب صغير نسبياً مقارنة بباقي منتخبات إفريقيا، إلا أنه يمتلك لاعبين محترفين في بطولات أوروبية وإفريقية، ويعتمد في أغلب مبارياته على التنظيم الدفاعي والسرعات في الهجوم. وستكون هذه المواجهة فرصة حقيقية للاعبين لإثبات أنفسهم أمام جمهور واسع ومتطلب. أجواء الجماهير والترقب الكبير: تشهد مدينة الرباط استعدادات مكثفة لاستقبال هذه المباراة التي تمثل افتتاح البطولة الأهم في القارة، حيث تنظم المباريات في 6 مدن مغربية مختلفة وعلى 9 ملاعب تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الدولية. ويتوقع أن يكون مجمع الأمير مولاي عبد الله ممتلئا بجماهير منتخب المغرب التي تتطلع لتحفيز فريقها نحو بداية مثالية في المنافسة. هذا اللقاء سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمنافسات القمة في إفريقيا، حيث تسعى المنتخبات الأخرى أيضاً لبناء زخم قبل الدخول في جو المنافسة الرسمية.